مطبخ التوفير مع ام محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. لو عندك بقى ربع مفروم هاتي وتعالي نعمل بيه غدا يكفي 6 افراد وتغدي البيت كله، غدا مشبع وكمان مغذي لاولادك بطريقه سهله واقتصاديه. هنعمل النهارده اكله سهله وموفره وعلى قد الايد بربع مفروم. اول حاجه انا هعملها، هجيب طبق معايا وافضي ربع مفروم، شايفين هو يعني حجمه صغير جدا، ده ربع كيلو من اللحمه المفرومه. هفضيه بقى في بوله بالشكل ده، وهجيب عندي حبايه بطاطس انا مقطعاها مكعبات وكيس بسله انا مخزناه في الفريزر. هنعمل النهارده طاجن بقى خضار باللحمه المفرومه بطريقه سهله وبسيطه جدا. هجيب بقى عندي كمان بصلايه انا فرماها في الكبه، واحط مصارية صغيره انا فرماها على اللحمه المفرومه بالشكل ده. ممكن تبشريها، ممكن يعني ايه تبشريها ناعم خالص بالمبشره بالشكل ده. بصلايه انا حطيتها على اللحمه المفرومه بالشكل ده. هنعمل معاكم النهارده بقى كفته بقى بالخضار بطريقه سهله واقتصاديه جدا. وهحط نص معلقه من الملح ونص معلقه من الفلفل الاسمر ونص معلقه من بهارات الكفته. لو ما عندكيش بهارات الكفته ممكن تستغني عنها. اظن يعني ايه مكوناتنا كلها بسيطه ومتوفره في كل بيت بالشكل ده. وهعجن بقى كل ده مع بعض، اقلب بقى اللحمه مع البصل مع البهارات، هعجنهم بقى بايدي وهزود كمان عليهم معلقتين من البقسماط بالشكل ده. هنعمل النهارده كفته بقى مع الخضار بطريقه اقتصاديه جدا. يعني عندك كيس بسله، حبات بطاطس، ربع كيلو من اللحمه المفرومه، هتعملي وجبه عائليه بطريقه سهله وبسيطه. هعجن بقى كل ده مع بعض كويس لحد يعني ايه ما يتعجنوا معايا. عجنتهم بقى بالشكل ده، هبدا اشكلها كرات صغيره. عندي هنا معلقه من الدقيق، هشكل بقى الكور صغيره خالص واحطها في الدقيق بالشكل ده. تبقى خطوه واحده، يعني بدل ما اكورها بعد كده ارجع احطها في الدقيق، لا يعني ايه اكورها واحط في الدقيق على طول بالشكل ده. انا عاملاها حجم صغير كده، هترمي معاك كميه كبيره بالشكل ده لحد بقى ما اخلص كل الكميه اللي معايا. يا ريت بقى لو عجبك الفيديو تنوريه بالاشتراك في القناه وتسيبي بقى كومنت يشجعني عشان اعملك افكار اكلات اقتصاديه وعلى قد الايد بالشكل ده. هخلص بقى كل كميه الكفته اللي معايا، ربع كيلو اللحمه بالشكل ده. هو ما شاء الله هرم معايا كميه كبيره عشان انا عاملاها صغير. خلصت بقى كل الكميه بالشكل ده وقلبتها في معلقه الدقيق. عندي بقى حله على البوتاجاز فيها يعني ايه معلقه من السمنه او معلقه من الزيت، هسخنها كويس وانزل بقى بالكفته تاخد صدمه معايا الاول. غدا النهارده هتعمليه في نص ساعه وانتي واقفه كده، يعني هتخلصيه بسرعه بالشكل ده. هدي بقى الكفته تاخد صدمه معايا، وبعد كده ابدا احركها واقلبها على الناحيه التانية تتحمر يعني بالشكل ده. ده تقلبها تقلب معايا بكل سهوله، ما بتفكش ولا حاجه يعني. معلقه دي بتخليها ما تلزقش عندك في الحله يعني بالشكل ده. هبدا اقلب فيها لغايه ما يتحمر معايا بالشكل ده. انا مجرد ما بحمرها مش بسويها، لان هي حجمها صغير بتتحمر معايا على طول. هفضل اقلب فيها بالشكل ده لغايه ما تتحمر معايا. خلاص اتحمرت بقى معايا، هطلعها بالشكل ده في الطبق ونشوف هنكمل بقى مع بعض ازاي. طلعتها بقى في الطبق بالشكل ده، طلعتها بالمعلقه بالشكل ده لحد بقى ما اخلص يعني الكميه اللي معايا كلها بالشكل ده. نفس بقى الحله برضو هي يعني احط بقى معلقتين من البصل المفرومه. انا كنت فارمه بصله يعني كبيره، خدت منها جزء الكفته وجزء هحمره بقى بالشكل ده لغايه ما يدبل معايا بالشكل ده. افضل اشوح فيه لغايه البصله ما تدبل معايا. خلاص بدأت تحمر معايا بالشكل ده ودبلت معايا. هنزل عليها بكيس البسله بقى بالشكل ده. ادي البسله بقى يعني ايه تشويحه كمان مع البصلايه بالشكل ده، مجرد تقليبتين بالشكل ده. افضل اقلب فيها هنزل عليها بصلصه الطماطم بقى. لو عندك عصير طماطم ممكن تحطي، بس انا عندي صلصه بيتي بالشكل ده. حوالي كوبايه من الصلصه كان اخر حبه عندي يعني. هزود عليهم بقى نص كوبايه من الميه واحطهم برضو على البسله بالشكل ده واقلبهم بقى مع بعض كويس. واظبط لها بقى الملح بالشكل ده تقليبه، واظبط لها بقى الملح واحط لها كمان نص معلقه من الفلفل الاسمر. طبعا الكفته متبهره، احنا بنظبط بقى البسله والخضار بالشكل ده.
واديهم بقى تقليبه واغطي عليهم، يعني تاخد غلوه مع بعض بالشكل ده. هغطي بقى عليهم. دلوقتي بقى هعمل بقى الرز معاكم. هسيب البسله بقى تكمل سوا، وبعد كده اعمل شويه رز بقى بالشعريه زي ما قلت غداها النهارده في نص ساعه هتكوني مخلصاه. حمر بقى الشعريه، طبعا كلنا بنعرف نعمل رز بالشعريه. انا حمرت الشعريه وهنزل عليها بمقدار الرز بقى. طبعا الرز انا غسلاه ومصفيه كويس بالشكل ده. وادي بقى رز تشويحه مع الشعريه، تشويحه بسيطه كده، واقلبهم مع بعض. عندنا البسله برضو بتستوي بالشكل ده. واظبط له بقى الملح واحط عليه بقى الميه بالشكل ده. اظبط له بقى الملح واحط بقى مقدار الميه، مقدار عقلة صباع بالشكل ده، واقلبه بقى واغطي بقى عليه واسيبه بقى لغايه ما يتشرب معايا الميه. وبعد كده اهدي عليه النار واسيبه يكمل سوا، ما بياخدش حاجه يعني. هتخلصي الغدا كله في نص ساعه. هتعملي الرز بقى هنا والخضار هنا بالشكل ده. نشوف بقى البسله بالشكل ده. عندي خلاص غلت غلوتين ودخلت في السوا. ده بقى تقليبه وانزل عليها بالبطاطس، مكعبات البطاطس بالشكل ده. هي ما بتاخدش حاجه يعني وبتستوي على طول. هنزل بقى بالبطاطس واديهم تقليبه برضو مع بعض، واسيب لغايه بقى البطاطس ما تستوي معايا رخرة تدخل في السوا برضو. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. عندي هنا بقى البطاطس خلاص دخلت في السوا بالشكل ده. هنزل بقى بمقدار الكفته. طبعا انا زودتهم نص كوبايه من الميه، وزودت بقى الملح، ظبطت يعني الملح. هنزل بقى بالكفته بخليها تغلي غلوتين، وكده خلاص معايا الغدا خلاص بقى جاهز بالشكل ده. اكله اقتصاديه وعلى قد الايد. هتعملي بقى وجبه عائليه بربع كيلو من اللحمه المفرومه وتغدي البيت كله. هسيبها بقى تغلي معايا غلوتين كده، وبعد كده اطفي عليها النار. بدات تغلي معايا هطفي بقى عليها كده. خلاص كده الغدا بقى معايا جاهز بالشكل ده. ده شكل الاكل بعد ما استوى. الرز استوى. دي بقى الخضار بالكفته. شكله بجد جميل. اكله اقتصاديه وعلى قد الايد. يا ريت بقى اللي عاجبك الفيديو تنوريه بالاشتراك في القناه بقى، وتسيبي لي كومنت يشجعني عشان اعمل افكار اقتصاديه وعلى قد الايد.